والله العظيم انا عطشت على السيره كده، والله عطشت يا جدعان. اول يوم رمضان ده الحقيقه بيبقى صعب قوي، عطش وعصبيه ونرفزه، وبالحقيقه محدش طايق نفسه الحقيقه خالص يعني. وتلاقي نفسك في حاجه غريبه كده بتعملها، تلاقي نفسك رايح جاي على الثلاجه، رايح جاي تفتح الثلاجه، رايح جاي تفتح الثلاجه، تحس ان انت كده بتستعبط نفسك ان انت تنسى تاخد لك بق ميه كده، بس انك بترجع تقفلها تاني لان انت عارف انك بتستصيع وعارف انك صايم. ده غير بقى تفضل تبص في الساعه، تفضل تبص في الساعه، ابص في الساعه كانها مثلا هتمطر علينا ولا حاجه، او هيذيعوا نبأ كده ان فتوى دار الافتاء كده يعني اعلنت ان الصيام السنه دي من الفجر للظهر. كده رمضان. ايه اكتر حاجه بتزهقك في اول يوم رمضان؟ الصيام. نستنى المغرب بصراحه. الحر والزحمه او الحر والعطش، بس الاكل مش قوي بصراحه. انا عايز اشرب ما بلاقيش ميه، مش هينفع. عطش يعني؟ اه. ايه غير العطش؟ اليوم بيخلص بسرعه. اخواتي الصغيرين عشان بيتخانقوا مع بعض، والكهرباء بقى والتكييف والغالي والدنيا ده موضوع تاني. كده رمضان. الجماعه الكيفه بقى بتوع القهوه الصبح ولا الشاي بلبن تحديدا، اول يوم ده بالنسبه لهم بيبقوا عاملين كانهم بيبطلوا هيروين بالظبط، وبيعانوا من اعراض انسحابيه، هرش بقى وتنميل في الجسم وحاجات غريبه كده. ولا اللي بيشربوا سجاير، السيجاره بالنسبه لهم في الوقت ده بتبقى اهم من اي حلم في حياتهم. ولو خيرته بين نفسين من السيجاره ولا يبوس مونيكا بيلوتشي، ممكن يسب لك انت ومونيكا واللي جابوها. اعينوا كلمه. المدفع ضرب وحانت لحظة هجوم الملايين الغفيرة على السفرة. المية هو احنا صحيح ليه أول يوم لازم ناكل محشي؟ يعني ليه محشي طبق مقدس في أول يوم فطار؟ يا حبيبي محتاجة حد يجوزني. كده رمضان. ليه دايما محشي اول يوم رمضان؟ ولا زي ما قال لك عادات وتقاليد. العزومات بتعزموا اول يوم رمضان؟ لا احنا بنعزم مش بنتعزم، بنعزم وبيبقى في محشي طبعا، دي حاجه معروفه. دي لازم. ليه بقى المحشي اول يوم رمضان؟ المصريين لازم اول يوم في رمضان عشان تاكل كتير محشي على طول. مش عارف، بس عشان الناس تبقى جعانه مثلا. ممكن الناس الاكل بيشبع، اشمعنى المحشي؟ مش عارف والله، ما اعرفش. مش عارفه، بس تحسي يعني لازم اول يوم رمضان ده محشي وفراخ بقى لا لازم ملوخيه. لا لازم محشي؟ انا اول مره بسمع منك الحكايه دي، اول مره اسمع ان طقس كده عند المصريين لازم ياكلوا محشي اول يوم رمضان. انت ده انا عمري ما سمعتها. محشي دي صعبه قوي. كده رمضان. بس برضو خلينا نكون أمناء إن في حاجات تانية ما بتزهقش، زي اللمة على السحور وشراء الفول بقى وشراء الزبادي. أي نعم بتبقى الوقفة بالضرب عند اللبانين، بس قشطة مش مهم يعني. ده غير بقى إيه، نفضل ناكل على السحور ناكل بقى، وبعدين بقى إيه، نفضل نشرب في مية كتير مية تكفي إننا ممكن نستصلح بيها مليون فدان أرض. كده رمضان. حاجه بتعملها ليله رمضان كده؟ النوم برضه يعني فاهم، والسهر برضه. لا احلى حاجه اللي هو العيله كلها بتتجمع. بنزل اقعد في الشارع لحد الساعه 3 واصلي مع اصحابي على طول. مين اللي بيجيب السحور؟ بتجيبوا ايه في السحور؟ انا بجيب بقى فول وطعميه واظبط بقى انا الليله. فول وطعميه ولا عجينه عشان بنعمل طعميه احنا في البيت بقى. بيعلقوا الزينه، تنزلي تشتري السحور، فوانيس، مش عارف ايه، بتحسي كده. بتشتري ايه في السحور؟ ما بلاش مفيش الزبادي والفول والجبنه والعيش الابيض والحاجات دي. طبعا لما بتكوني قاعده مع العيله والاولاد وكده في الاحتفال، رغم ان السنه دي كده يظهر رمضان زعلان مننا الموضوع ده. كده رمضان. فجأة بقى تلاقي نفسك هبطت مرة واحدة وعايز ونش مترو الأنفاق يجي يشيلك كده من مكانك، يقومك تغسل إيدك تتفرج على التلفزيون. والستات بقى
كلهم حقيقي بيبقوا نفسهم يتطلقوا في اللحظه دي عشان ما يقوموش يغسلوا المواعين. والناس بقى تقعد تحسب هو احنا كام رمضان بقى النهارده عشان خاطر ايه هنفطر امتى بقى، والبنات تقعد تبص في النتيجه وانا يا رب هفطر امتى بقى يا رب. والحقيقه بقى ان يعني البرشام اللي اداهولنا الشيطان كده قبل ما يتسلسل كل الاجابات بقى تطلع لنا. تلاقي واحد يقعد يقول لك يا ده انا عايز اسافر الارجنتين اروح اصوم لي 9 ساعات هناك وارجع. ممكن تقولوا مش هيقدر، ممكن تقولوا مش هينفع. بس الحقيقه ان الناس بتنسى وبتبتدي بقى تدور انها تتفرج على التلفزيون، ما بيبقوش لسه عارفين في اول يوم ايه بقى المسلسلات امتى وهيجي الساعه كام. تلاقوا بقى واحد بيدور على عادل امام، واحد بيدور على رامز جلال، واحد مصمم ان هو يتفرج على الاعلانات عشان يشوف بتاع الدندوق هيعملوا ايه السنه دي. كده رمضان. ترتب وقتك ازاي بعد الفطار؟ يعني على حسب، بنزل عامة الجيم، بعد كده بروح بقى انزل في اي حته، بس ما بقعدش في البيت. بنزل واقعد شويه بعد كده راح نايم تاني برضه عادي جدا. ما بحبش اقعد في البيت. مسلسلات والصلاه. الصلاة لا، مفيش صلاة الصراحة. مسلسلات يعني بنشوف بعد الفجر لو في مسلسلات بتيجي او اي حاجة. لا بعد الفطار بيبقى ورايا تمرين اصلا، بعد الفطار بيخلص 12 بالليل، يا دوبك ارجع اتسحر بتلعب ايه لحد 12 بالليل؟ ووتر بولو. بصي اخلص فطار ده ما بخشش الا على السحور. انا مش من هواة اصلا ان انا اتفرج على التلفزيون، بس باجي بالليل بقى على السحور كده الواحد بقى بيشوف يعني اكتر مسلسل بيحبه وبيقعد. العشاء التراويح، بعد كده بتخش بقى اذا كان في مسلسل حلو بتاع. طبعا متابعه المسلسلات على طول، بتفرج على مواعيد المسلسلات بقى وكده بس. بعد بقى ما بتخلص المسلسلات بتنزل الشارع على طول. الصلاه فين منتجتها؟ لا ما انا بصلي الفجر بس الصراحه. ما شاء الله رمضان ومن غير صلاه. الله اللهم قوي ايمانكم وحسبي الله ونعم الوكيل. وانا حقيقه ان انا بقول كفايه علينا قوي كده، واقوم امشي اروح بيتنا عشان الحق اتسحر واصلي لي ركعتين واقعد اتفرج لي على قد 10 12 حلقه كده من المسلسلات عشان يا دوب انام واصحى المغرب بالظبط. ادينا التتر يا ابني ادينا.